بص يا سيدي، ده أضخم باب مفصلي في العالم، بس يا ترى وراه إيه؟ تخيل إن وزنه 44 طن وسمكته 8 قدم، معمول على برنجات خاصة تخلي شخص واحد بس يقدر يفتحه أو يقفله. دلوقتي بقى من كتر ما هو قديم، عشان يتفتح محتاج 3 يزقوه. الغريب إن الباب الضخم ده ما اتعملش عشان يمنع ناس تدخل، ولا حتى يصد انفجار نووي من بره. لأ، ده معمول عشان يحبس اللي جوه، عشان ما يخرجش ويخلص عليك. الحقيقة إن في بابين شبه بعض وجنب بعض بيفتحوا على صندوق خرساني عملاق. طب إيه اللي جواه؟ جوه الغرفة دي كان موجود أقوى مصدر نيوترونات اندماجية مستمرة في العالم، اسمها المصدر الدوار للنيوترونات 2. لو وقفت في مسار الشعاع ده خلاص، أنت كده انتهيت. العلماء كانوا بيستخدموا الشعاع ده على مواد مختلفة عشان يعرفوا السبائك هتلين ولا هتتكسر بسهولة. الموضوع ده كان مهم جدا لتصميم مفاعلات نووية واندماجية آمنة، ولأن النيوترونات خطيرة جدا وبتخترق أي حاجة، كان لازم المبنى يتبني بجدران سميكة ويتقفل عليه بأبواب مرعبة بالحجم ده. وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.